السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثاني الإعدادي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر محمد رمضان مدرس الدراسات الاجتماعية. النهاردة هنشرح تاني درس في المنهج بعنوان المعادن ومصادر الطاقة في قارتي آسيا وأوروبا. هنا هنتكلم عن أهم المعادن اللي في القارتين، هنعرف أولى الدول فيهم، هنعرف أهميتهم، هنعرف بيتم استخدامهم في أي من الصناعات. وعرفنا طبعا أن قارة آسيا وأوروبا بتتمتع بثروات كبيرة من المعادن ومصادر الطاقة. أول حاجة عندي طبعا استخراج المعادن في قارتي آسيا وأوروبا هو بيعد مصدر مهما للدخل القومي، هو بيكسبهم فلوس كتير جدا من الناحية الاقتصادية، تمام؟ غير ان هم طبعا بيعتمدوا عليهم في ايه؟ في الصناعات. نمسك اول معدن. اول معدن عندي هو معدن الحديد. يدخل معدن الحديد في صناعة الصلب ووسائل النقل، يصنع منه السيارات، القطارات، الكلام ده كله. مين اولى الدول فيه؟ هي تعد الصين اولى دول قارة اسيا من ايه؟ انتاجا لمين؟ للحديد. طب ما انا زي ما قلت اولى الدول في قاره اسيا، لازم برضه اقول ايه؟ اولى الدول في قاره اوروبا. بس قبل ما اخش على اوروبا اعرف ان الحديد يعني في الصين هو اولى طبعا الايه؟ الدول في انتاجه، ورغم ان هي اولى الدول في انتاجه الا ان هي كمان برضه بتستورد كميات ضخمه منه. طب ليه؟ بما تفسر لتغطيه استهلاكها. هي بتصنع صناعات كتير فعايزه طبعا اللي عندها ما بيكفيش، فعايزه حديد ايه؟ تاني حاجه عندي تعد روسيا اولى دول بقى قاره اوروبا انتاجا لمين؟ للحديد. يبقى انا عندي اولى الدول في اسيا هي الصين، اولى الدول في اوروبا هي روسيا. تنتج قاره اسيا اكثر من ثلثي الانتاج العالمي من الحديد، بينما تنتج قارة أوروبا نحو 6.5% من الإنتاج العالمي. تعالى نشوف معدن تاني معدن عندي هو معدن المنجنيز. معدن المنجنيز ده معدن يدخل في صناعة الصلب. طبعا أنا عندي حاجة اسمها حديد وعندي حاجة اسمها إيه؟ صلب، أقوى شوية من الحديد. يدخل في صناعة الصلب وبطاريات السيارات الكهربائية، ويأتي معظم إنتاج قارة آسيا من المنجنيز من دولتين. مين؟ دولتي الصين والهند. أما في قارة أوروبا هي دولة مين؟ أوكرانيا. لازم أحفظ إيه؟ الدول دي، ولازم أعرف مكانها طبعا على الخريطة، علشان هو هيجي يسألني على الخريطة ويجي لي عند دولة يقول لي أولى الدول في المنجنيز. تنتج قارة آسيا من المنجنيز 13.5% من الإنتاج العالمي، أما قارة أوروبا تنتج بس 2% من الإنتاج العالمي. عندي بعد كده معدن اسمه معدن الكروم. إيه معدن الكروم ده؟ برضو يدخل في صناعة الحديد والصلب، ويدخل في صناعة الطوب الحراري، الطوب اللي احنا بإيه؟ بنستخدمه. من أهم الدول بقى المنتجة لمعدن الكروم هي دولة مين؟ الهند وتركيا. يبقى مين اللي في الكروم في قارة آسيا؟ الهند وتركيا. من أهم الدول بقى المنتجة للكروم في أوروبا هي فنلندا. نحفظ كويس بالورقة والقلم. تنتج قارة آسيا من الكروم ثلث الإنتاج العالمي، أما قارة أوروبا تنتج 6.5% من الإنتاج العالمي. معدن اسمه معدن النيكل يعد إحدى المواد الخام الحرجة. يعني إيه مواد خام حرجة؟ هي مواد وجودها قليل في الطبيعة، ويعني مش موجودة كتير، وليها أهمية اقتصادية كبيرة. يدخل في صناعة محركات الطائرات وبطاريات السيارات الكهربائية. طب لما يجي يقول لي تاني ما المقصود بالمواد الحرجة؟ هي مواد خام محدودة، يعني ممكن تخلص، ممكن ما نلاقيهاش تاني،
مش مرطرطة كده زي الحديد. ذات أهمية اقتصادية كبيرة، حيث يدخل في إنتاج الطاقة النظيفة. ده لو جه قال لي ما المقصود بالمواد الحرجة. من أولى الدول في المعدن هي في قارة آسيا هي دولة إندونيسيا. معدن النيكل ده في آسيا هي دولة مين؟ إندونيسيا. طب من أولى الدول المنتجة لقارة أوروبا منه هي دولة روسيا. تيجي تقول لي يا مستر هي روسيا دي آسيوية ولا أوروبية؟ هي الاثنين. تنتج قارة آسيا من النيكل ثلثي الإنتاج العالمي، أما قارة أوروبا تنتج 10% من الإنتاج العالمي. نيجي بعد كده لمعدن اسمه معدن النحاس، طبعا كلنا عارفينه، يدخل في صناعة الأسلاك الكهربائية والإلكترونية. من أولى الدول في إنتاج النحاس هي في قارة آسيا هي دولة الصين. دولة مين؟ الصين. الصين واخدة حاجات كتير. من أولى الدول في إنتاج النحاس في قارة أوروبا هي دولة روسيا. أجيب ورقة وقلم كده وأجيب معدن وأعرف أولى الدول في قارة أوروبا إيه، وأعرف أولى الدول في قارة آسيا إيه. تنتج قارة آسيا من النحاس خمس الإنتاج العالمي، أما قارة أوروبا تنتج 10% من الإنتاج العالمي. تمام؟ نيجي بقى بعد كده، ركز معايا، عندي حاجة اسمها المعادن الخفيفة. المعادن الخفيفة زي البوكسيت، يدخل في صناعة الألمنيوم. الألمنيوم اللي عندنا ده جاي من معدن مين؟ البوكسيت، أو ممكن نقول عليه البوكسايت، براحتك قول زي ما تقول، بس اكتب. يتركز في المناطق المدارية، المناطق الحارة. تأتي قارة آسيا طبعا في المركز الأول في إنتاج البوكسايت عالميا، وتعد الصين هي أولى الدول إنتاجا له. أما يقل البوكسايت في قارة أوروبا. طب ليه؟ احنا قلنا إن معدن البوكسايت ده بيحتاج منطقة مدارية حارة، إنما أوروبا مش حارة بسبب وقوع أوروبا في المنطقة المعتدلة الباردة، فقليل جدا لما تلاقيه في أوروبا. بينما البوكسايت يتركز زي ما قلنا في المنطقة المدارية. طب بيأتي معظم إنتاجه منين؟ من روسيا. ليه؟ تنتج قارة آسيا من البوكسايت خمسي الإنتاج العالمي، أما قارة أوروبا تنتج بس 2.5 من الإنتاج العالمي. مستر هو هيجي في الامتحان يقعد يقول لي هي دي كام في المية ودي كام في المية؟ لا، احنا مش بنحفظ أرقام، بنحفظ أولى الدول. أولى الدول في الإنتاج المعدن. التيتانيوم. إيه معدن التيتانيوم ده؟ برضه من المعادن الخفيفة، يتميز بخفة وزنه وصلابته العالية ومقاومته الكبيرة للتآكل. يستخدم في صناعة هياكل الطائرات والصواريخ والأجهزة الطبية، فمعدن مهم جدا. تحتل آسيا المركز الأول في إنتاجه، ويأتي برضه معظم إنتاجه من دولة مين؟ الصين. أنت كل ما تتزنق اكتب الصين على طول. تنتج قارة آسيا من التيتانيوم خمسي الإنتاج العالمي، أما قارة أوروبا تنتج 5% من الإنتاج العالمي. يجي بعد كده عندي معادن اسمها المعادن الاستراتيجية والنووية. فطبعا من الاسم ذات نفسه نعرف ان هي بتدخل في في صناعة الطاقة النووية. طيب، يستخدم طبعا في صناعة أو الصناعات النووية، وأولى الدول في إنتاج اليورانيوم هي دولة اسمها كازاخستان. كازاخستان دولة اسمها كازاخستان. أولى الدول إنتاجا لليورانيوم هي في قارة أوروبا هي مين؟ روسيا. تنتج قارة آسيا من اليورانيوم أكثر من نصف الإنتاج العالمي، أما قارة أوروبا بس تنتج 6% من الإنتاج العالمي. ده بالنسبة لمعدن اليورانيوم، ودي من المعادن هنقول تاني المستخدمة في
أو بنقول عليها معادن استراتيجية ونووية. طبعا نستنتج من كل ده ارتفاع المعادن الخام في آسيا عن أوروبا. بسبب إيه؟ ليه المعادن موجودة أكتر في آسيا عن أوروبا؟ بسبب اتساع مساحة قارة آسيا مقارنة بقارة أوروبا، وتنوع طبعا الصخور الموجودة فيها. تمام؟ يجي بعد كده أو يرجع ذلك برضو تعرض إيه؟ مساحات كبيرة أو تعرض مساحات كبيرة منها إلى حركات باطنية قوية مقارنة بقارة مين؟ أوروبا. الحركات الباطنية والثورانات والبراكين والكلام ده كله ده بيطلع لي المعادن اللي تحت الأرض. خلي بالك لما يجي يقول لك بما تفسر نفاد، يعني تخلص نفاد كميات كبيرة من الخامات المعدنية الأوروبية بسبب طول فترة الاستخراج التي بدأت مع الثورة الصناعية. ايه هي الثورة الصناعية اللي في أوروبا؟ جت أوروبا اكتشفت طاقة جديدة، اكتشفت حاجات جديدة وآلات وشغلت الدنيا عندها، فابتدت تستخرج المعادن دي كتير. فطبعا احنا عرفنا ان المعادن دي هي معادن ممكن تخلص غير متجددة، فقلت او نفاد كميات كبيرة من الخامات بسبب طول فترة الاستخراج اللي بدأت مع الثورة الصناعية. فبقوا محتاجين معادن، عندهم آلات وحاجات وعايزين يصنعوا حاجات كتير، فقعدوا يستخرجوا في المعادن دي كتير. تاني حاجة عندي مصادر الطاقة في قارتي آسيا وأوروبا. يعتمد قيام النهضة الاقتصادية في العالم على الطاقة. أي حد عايز يعمل نهضة اقتصادية لازم يبقى عنده طاقة. وطبعا الطاقة دي تتوفر في قارتي آسيا وأوروبا، وفيها مصادر متعددة من الطاقة الإحفورية والمتجددة. وهنعرف يعني إيه طاقة إحفورية ويعني إيه طاقة متجددة. بص معايا، أول حاجة الطاقة الإحفورية. يعني إيه طاقة إحفورية؟ هي الطاقة التي تستخرج من باطن الأرض، بجيبها من باطن الأرض ومعرضة للنفاد، ممكن تخلص. أول حاجة عندي الفحم. ظل الفحم حتى بداية القرن الماضي. فاكر الثورة الصناعية لما قامت على طبعا على طاقة البخار، وبعد كده استخدموا الفحم. فظل الفحم حتى بداية القرن الماضي هو المصدر الرئيسي للطاقة في العالم، حيث كان يشكل ثلثي الطاقة المستخدمة في العالم. كان أكتر اعتمادهم على الفحم. وقد تراجع نسبته تدريجيا حتى وصلت بعد كده إلى ربع الطاقة المستخدمة عام 2023، ومن المتوقع طبعا تنخفض هذه النسبة خالص في المستقبل، لأن طبعا الفحم ده بيلوث الجو ويعني بيطلع كميات كبيرة من الدخان اللي بتلوث الجو. أولى الدول إنتاجا للفحم في آسيا هي دولة الصين، تنتج نصف الإنتاج العالمي. يرجع ارتفاع إنتاج قارة آسيا من الفحم إلى عدة أسباب. لما يجي يقول لي بما تفسر هي بتنتج كميات كبيرة ليه؟ أول حاجة على طول بسبب توافر كميات كبيرة من الفحم في القارة، عندهم كميات زي الفل. تاني حاجة الاعتماد على الفحم كمصدر رئيسي للطاقة المستخدمة في الصناعات، خاصة عندهم صناعة الصلب. طب مين أولى الدول إنتاجا للفحم في قارة أوروبا بقى؟ هي دولة مين؟ روسيا. تنتج قارة آسيا من الفحم 75% من الإنتاج العالمي، أما قارة أوروبا تنتج 6% من الإنتاج العالمي. بالمناسبة الفحم ده هو اتكون ازاي؟ تعال افهمك بقى. الفحم ده اصلا عبارة عن نباتات. عبارة عن نباتات، اشجار كانت موجودة
وانغمرت تحت الصخور. يعني ايه انغمرت تحت الصخور؟ غطتها الصخور، جت عليها الصخور. طب وبعدين نتيجة الحرارة والضغط بتاع الصخور تحول الفحم ده إلى مادة كربونية سوداء. مادة كربونية سوداء، فهو ده الفحم. طب تعالى أقول لك بقى البترول. إيه هو أصلا البترول؟ البترول ده عبارة عن إيه؟ تحلل للكائنات الحية. أي كائنات حية، بني آدمين، إنسان، حيوان، الكلام ده كله، ده تحلل لبعض الكائنات الحية، فيعدي عليها فترة فتنزل الزيوت دي كلها. هو ده البترول. يعد البترول هو مادة خام للصناعات البتروكيماويات الحديثة والصناعات المعدنية، وطبعا يستخدم كصورة أساسية في توليد الكهرباء وفي وسائل النقل. خلي بالك ان البترول ده هو ليه تأثير تاني طبعا غير أي معدن غير أي مصدر طاقة. يؤثر بشكل كبير في الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية. فممكن دولة تضغط على دولة ان هي تقفل عليها البترول، ما تديهاش البترول، زي مثلا ما حصل في حرب اكتوبر لما كنا بنحارب اسرائيل. منعنا البترول عنها عن الولايات المتحدة، واتقفل عليهم البترول، فتوقفت الحرب على طول. أولى إنتاج البترول في قارة آسيا طبعا هي دولة السعودية. أما أولى الدول إنتاجا للبترول في قارة أوروبا هي دولة روسيا. خلي بالك إن البترول برضه أو السعودية هي مش أولى الدول في آسيا بس، ده هي أولى الدول عالميا. تنتج قارة آسيا من البترول خمسي الإنتاج العالمي، أما قارة أوروبا تنتج خمس من الإنتاج العالمي. الغاز الطبيعي. الغاز الطبيعي ده أصلا هو يا إما يوجد منفردا في الطبيعة لوحده، يعني نلاقيه لوحده، يا إما نلاقيه مصاحب للبترول، يا إما نشتقه من البترول. يعد الغاز الطبيعي طبعا منافسا قويا للبترول بسبب سهولة استخراجه، أسهل من البترول في استخراجه، وتكلفته المنخفضة، وقلة تلوثه للبيئة، ورخص الثمن. فلما أجي أقول لك ما الأهمية بتاعة الغاز الطبيعي، بسبب أو يعني يعد منافس قوي للبترول وبينافسه بسبب سهولة استخراجه ورخص ثمنه وقلة تلوثه للبيئة وأقل تكليفا، ما بيتكلفش كتير. أولى الدول إنتاجا للغاز الطبيعي في قارة آسيا هي إيران، بعديها الصين. أولى الدول إنتاجا للغاز الطبيعي بقى في قارة أوروبا هي دولة النرويج. نقول تاني، يبقى أولى الدول إنتاجا للغاز الطبيعي هي إيران، بعديها الصين، ده بالنسبة لآسيا. طب بالنسبة لقارة أوروبا هي دولة النرويج. تنتج قارة آسيا من الغاز الطبيعي ثلث الإنتاج العالمي، وهي أولى القارات إنتاجا للغاز الطبيعي. ده لو حسبتها عالميا بقى هي أولى القارات. أما قارة أوروبا تنتج خمس من الإنتاج العالمي. قلنا تاني إن الطاقة الإحفورية هي الطاقة الناتجة عن حرق مواد. أنا بحرق مواد بس ذات أصل حيواني، زي البترول، زي الغاز الطبيعي، أو نباتي، تستخرج من باطن الأرض، وينتج عن حرقها كميات كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون. فعشان كده الطاقة دي ملوثة للبيئة. أما عندي الطاقة المتجددة هي طاقة غير ملوثة للبيئة، طاقة غير ملوثة للبيئة ولا يمكن نفاذها، ما تخلص، وتحظى طبعا باهتمام كبير ومتزايد
في العقود الاخيره او في السنوات الاخيره. طب بما تفسر ليه بتحظى بالاهتمام ده؟ قول معايا: لانها طاقه نظيفه غير ملوثه للبيئه. تاني حاجه: تنتج عن مصادر متجدده غير قابله للنفاذ. يعني ولا الشمس هتخلص ولا الرياح هتخلص ولا الميه هتخلص، دول مصادر الطاقه المتجدده. متوفره في معظم مناطق العالم. يساعد زياده الاعتماد عليها في انخفاض انبعاث ثاني اكسيد الكربون. تتعدد مصادر الطاقة المتجددة في قارتي آسيا وأوروبا، ومن أهمها أول حاجة طبعا الطاقة الكهرومائية. إيه الطاقة الكهرومائية دي؟ هي الطاقة المولدة من خلف السدود والقناطر. تنتج قارة آسيا نحو نصف الطاقة الكهرومائية عالميا. طب ليه؟ بسبب كثرة الأمطار والأنهار في القارة. من أولى الدول في إنتاج الطاقة الكهرومائية في قارة آسيا هي دولة الصين. أولى الدول إنتاجا للطاقة الكهرومائية في قارة أوروبا هي دولة روسيا. طب تنتج أوروبا من الطاقة الكهرومائية قد إيه؟ 16%. تيجي بعد كده طاقة الرياح. كبر شوية. طاقة الرياح هي أولى الدول إنتاجا لطاقة الرياح في قارة آسيا برضه دولة الصين. وأنا مش قلت لك أول ما تتزنق اكتب الصين. أولى الدول إنتاجا لطاقة الرياح في قارة أوروبا هي ألمانيا. أول مرة نقولها. تنتج قارة آسيا من طاقة الرياح نصف الإنتاج العالمي. أما قارة أوروبا تنتج ربع الإنتاج العالمي من طاقة الرياح. طيب الطاقة الشمسية اللي هي من الشمس، طبعا طاقة متجددة عمرها ما تخلص. أولى الدول في قارة آسيا الصين. طب أولى الدول إنتاجا برضه للطاقة الشمسية في أوروبا ألمانيا. إيه ده؟ ده الطاقة الشمسية بتتشابه مع طاقة مين؟ الرياح في أولى الدول في الإنتاج. هنا الأولى في آسيا الصين، وهنا الأولى الصين. هنا الأولى في أوروبا في الرياح ألمانيا، وبرضه الأولى في أوروبا من الطاقة الشمسية ألمانيا. طيب يجي بعد كده تنتج قارة آسيا من الطاقة الشمسية ثلثي الإنتاج العالمي. أما قارة أوروبا تنتج خمس من الإنتاج العالمي. كده في مشكلة؟ لا، بس هم بقى بيسببوا مشاكل. مشكلات التعدين في قارتي آسيا وأوروبا. المعادن حلوة والصناعات جميلة وكل حاجة، بس للأسف كتر الصناعات بيسبب تلوث كبير جدا في البيئة. فأول المشاكل اللي تعملها التعدين أو تعملها الصناعات أو النشاط التعديني انبعاث كميات كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون زي ما قلنا. وده يتسبب في إيه؟ في التغيرات المناخية. الجو يتغير، الحرارة تزيد، في حاجة عندي اسمها الانبعاث الحراري. فمثلا الصيف مثلا يعني درجة الحرارة اللي احنا متعودين عليها في الصيف لا تبقى أعلى. الشتاء ما يجيش شتاء زي الأول. فدي اسمها تغيرات مناخية. طبعا تاني مشكلة تستخدم في عمليات التعدين السطحي والباطني مواد كيميائية ضارة. وللأسف ممكن المواد الكيميائية دي تختلط بمياه الأمطار وتنتقل للأنهار، وطبعا احنا بنشرب من الكلام ده كله. ثالث مشكلة عندي الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج بتاعها، حيث تعاني أوروبا من ارتفاع للعمالة. أوروبا ما عندهاش عمالة زي قارة مين؟ آسيا. وبيكلفهم إيه؟ تكلفة كبيرة ومبالغ كتير في استخراج المعادن عندهم.
لان المعادن عندهم مش قريبه، دي في مناطق نائيه. طب يعني ايه مناطق النائيه دي؟ هي المناطق الايه؟ البعيده. رابع مشكله الضعف التكنولوجي او ضعف التكنولوجيا المستخدمه في التعدين. مفيش تكنولوجيا حديثه مستخدمه في الايه؟ في استخراج المعادن، حيث تفتقر قاره اسيا او بعض مناطق قاره اسيا للتكنولوجيا الايه؟ الحديثه او تدريب العمال ان هم يعرفوا يستخرجوا ايه؟ المعادن دي، مقارنه طبعا بقاره اوروبا، عندهم تكنولوجيا حديثه، عندهم عماله مدربه غيرهم. خامس مشكله استنزاف العديد من الموارد المعدنيه من دول غرب اوروبا. خلي بالك في دول غرب اوروبا هي اكتر الدول في الصناعه، اكتر الدول تقدما في اوروبا، عكس شرق اوروبا مثل فرنسا وبريطانيا. نقول السؤال تاني: بما تفسر استنزاف عديد من الموارد المعدنيه من دول غرب اوروبا مثل فرنسا وبريطانيا بسبب الاستخدام غير المستدام لها وطول فترة التعدين. بيقعدوا يستخرجوا معادن فترة طويلة، فطبعا المخزون اللي عندي هيخلص. أحل إزاي بقى؟ طرق مواجهة مشكلات التعدين في القارتين. عملوا هما الاتنين محاولات كتيرة علشان يتغلبوا على المشاكل بتاعة التعدين. فأول حاجة عملوها مبادرة استدامة الموارد المعدنية. يعني إيه استدامة الموارد المعدنية؟ إن أنا أستهلك الموارد دي بطريقة صحيحة، مش كل شوية استخدم فيها، لا، أقلل من الاستخدام شوية علشان ألاقي معادن تكفيني. غير طبعا إعادة تدوير المعادن والبحث عن بدائل للموارد النادرة. في معادن نادرة، طب أنا لو جبت منها كتير هتخلص، فبيدوروا على أي حاجة بديلة يصنعوا بيها غير المعدن ده. تاني حاجة استخدام التقنيات الحديثة. التقنيات الحديثة أو التكنولوجيا الحديثة لتقليل التأثيرات السلبية للتعدين على البيئة. ما تطلعش ملوثات كتير. والتوسع طبعا في استخدام الطاقة المتجددة في المناجم الخضراء. وهتعرف دلوقتي يعني ايه المناجم الخضراء. يجي بعد كده رقم 3: إصدار عدة قوانين لحماية البيئة. عملنا قوانين عشان نحمي البيئة بتاعتنا من الآثار السلبية، مثل قانون المواد الخام الحرجة، أصدرته دول الاتحاد الأوروبي، تمام، علشان تضمن استدامة الموارد دي. يعني محدش يا جماعة يستهلك منها كتير، لأن الحاجة دي هتخلص مش هنلاقيها تاني، عشان نسيب حتى شوية للأجيال القادمة. يعني إيه المناجم الخضراء؟ كلمة المناجم الخضراء هي استخدام أساليب تعدين حديثة وصديقة للبيئة، ما تطلعليش ملوثات، لتقليل التلوث البيئي وتحقيق الاستخدام الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية. خلي بالك معلومة ليك، هي طبعا يعني قراية بس. أثرت الحرب الروسية الأوكرانية اللي شغالة بشكل كبير على استخراج الحديد والمنجنيز من مناجم أوكرانيا. بسبب إيه؟ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل وتعرض عديد من مناطق التعدين للقصف. كده احنا خلصنا تاني درس. أشوفكم على خير. ما تنساش تشترك في القناة، تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس علشان يوصل لك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.